خالد طلعت عامل مقارنة ما بين زيزو واخوان بزيرة، إيه اللي جاب الترعة للبعض ما عرف. وعلشان يطلع بزيرة مساهماته أعلى من زيزو، بدأ بإنه زيزو سجل هدفين من ضربات جزاء، وده ما حصلش من بزيرة. يعني ده ما حصلش من بزيرة، اللي جاب أهدافه كلها هم ثلاثة من لعب مفتوح أصلا. يعني 3 أهداف من لعب مفتوح. ومش دي المشكلة، مش دي المشكلة، عادي. تسجيل أهدافه من لعب مفتوح أفضل من ضربات الجزاء. خالد طلعت نسي يقول كام دقيقة لعب لكل لاعب مع فريقه. في عدد المباريات زيزو لعب مع الأهلي 1228 دقيقة لعب، ساهم في 11 هدف. بزيرة لعب مع الزمالك 1942 دقيقة، وحط تحت منها شرط لعب ساهم ب 12 هدف، يعني في فرق 714 دقيقة لعب. وبرضه دي مش المشكلة انه خالد طلعت ما ذكرش انه زيزو ساهم في كام بطولة ومدى قوة البطولة. زيزو ساهم ب 11 هدف مع الأهلي حتى الآن، سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف. في الدوري المصري سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف. وفي البطولات وفي دوري أبطال أفريقيا صنع هدف، وفي كأس السوبر صنع هدفين. ده غير إنه زيزو بيصنع فرص كتير، وهو أكتر لاعب في الأهلي صناعة الفرص في الدوري المصري ب 28 فرصة مصنوعة. تعال نشوفوا إخوان بزيرة عمل إيه. إخوان بزيرة ساهم في عدة بطولات، منها الدوري المصري سجل وصنع 3 أهداف. كأس الكونفدرالية سجل النهاردة هدف في مرمى كايزر تشيفز. كأس عاصمة مصر صنع 4 أهداف. هو ده آخره. وخالد طلعت طلع يتكلم ويقارن زيزو بإخوان بزيرة. مخ فين الله أعلم. المشكلة إنه خالد طلعت ما ذكرش في المقارنة زيزو لعب قدام الزمالك كم مباراة، وإخوان بزيرة لعب قدام الأهلي كم مباراة. لأنه الحقيقة إخوان بزيرة تفوق على زيزو في عدد المباريات. لعب ماتشين قدام الأهلي، لم يساهم ولا يسجل ولا يصنع، في حين إنه زيزو لعب قدام إخوان بزيرة والزمالك مباراة، صنع هدف في بطولة كأس السوبر. وبرضه دي مش مشكلة. أحب أفكرك بالمباراة اللي بزيرة يومها كان في جيب كوكا. أحب أذكرك إنه كان في جيب كوكا. المشكلة بقى إنه ما ذكرش ده. حصل على كام بطولة مع الأهلي حاليا، وبزيرة حصل على كام بطولة من باب المقارنة حصل على كام بطولة. والحقيقة إنه زيزو حصل على بطولة السوبر، في حين إنه بزيرة لم يحصل على بطولة. وبرضه مش دي مشكلة. طيب تعالوا أقول لكم على حاجة يا إعلام المختلط، يا خالد يا طلعت يا عديم المفهومية. المهم هو عايز يطلع بزيرة متفوق في المقارنة. يعمل إيه؟ يجيب المساهمات وبس، مش هيذكر البطولات، مش هيذكر المواجهات المباشرة، مش هيذكر قوة البطولات وقوة المنافس، بس هذكرك بضربات الجزاء. أحلى تحية للبوابين المفهومين. سلام.